الجهل يوصل لإن إحنا نقول إن الأورام مُعدية؟ يعني سواء حميدة، سواء غير حميدة، الأورام مش مُعدية. إحنا still لحد دلوقتي 2026 أنا عندي حالات للأسف جوزها عامل معاها انفصال في البيت، بياكل لوحده ويشرب لوحده، جدة مش قادرة تشيل حفيدها. سِبت شغلي بطريقة غريبة جدًا، إني لمّا طلبت إجازة علشان هابدأ العلاج، لقيتهم كلّهم قلقانين والناس خايفة تتعدي، يعني الثقافة في الموضوع ده بتبقى شِبه منعدمة أيوه بس ده وما جهل لهاش يعني. علاقة بقى بclass A وB وC خالص. إزاي يا ناس يعني إزاي يبقى الإنسان عنده مرض زي ده واللي حواليه بدل ما يدعموه يقطّعوه، يعني إحنا بقى اللي يعني ده غير بنحاول إن هو ده جهل، يعني هو مش مرض مُعدي إطلاقًا، هو مرض خالص، وراثي جيني وممكن أصلًا ما يبقاش فيه، وإلا أنا خالص. مرّة كنت مستضيفة دكتور أورام وقال وإلا العائلات اللي فيها أورام ما حدش يتجوّز منها بقى، بالضبط. طالما هو كده يعني طالما هو سلسال بقى وبنعدي بعض، صح، يعني صح، ده هي حقيقي. ده ما لوش أي علاقة. لأ، هو ما لوش وبعدين أي علاقة. أولًا وأخيرًا بتاع ربنا، يعني ممكن حد عنده history في العيلة وما وما يحصلوش، يحصلوش سبحان كارثة. الله، لا، يعني لأ. ييجي له و2 و3 ما ييجيلهمش والرابع ييجي له، فده صح. بتاع ربنا.